أنا جرّبت أكتر من 30 أداة AI وتقريبًا كنت بالِف وبارجع تاني لChatGPT ويكون هو الأداة الأساسية. ChatGPT كفيل إن هو يخلّص لك من 80 ل90% من الشغل بتاعك أيًا كان مجالك إيه. الفكرة كلّها إنك محتاج تتعمّق أكتر، تتعمّق بشكل قوي جدًا ومستوى احترافي في إزاي تستخدمه، إزاي تكتب له أوامر هندسية يقدر يطلّع لك بيها شغل احترافي وجودة عالية في الشغل بتاعك. الفكرة كلّها إنك لو فضلت تلِف على كل أدوات الAI هتضيّع وقت كتير جدًا ومش هتكون متعمّق في أداة واحدة، ولكن أنت عشان أصلًا تستخدم أدوات الذكاء الصناعي تانية، أنت محتاج تكون متعمّق جدًا في ChatGPT لإن هو هيساعدك في الأدوات التانية دي برضه. هو بيعمل معاك كل حاجة، أيًا كان بقى بحث، كتابة، تصميم، صور، ترتيب، تنظيم، خطة، اللي أنت عايزه هيعمله لك. حتى لو أنت عايز تتعلم هيعلمك، ممكن تشغّله عندك مدرس، تشغّله عندك محاضر، تشغّله أي حاجة تتخيلها. فأنت مش محتاج أداة أساسية تكون معاك في حياتك غير ChatGPT، تتعمق منها جدًا، لإن فعلًا بعد تجربة أكتر من 30 أداة ومعظمهم كان مدفوع، أنا ما كنتش أقدر أستغنى عن ChatGPT في كل الحاجات اللي أنا باعملها وبالأخص في الجودة اللي هو بيطلّعها. ولكن بعد ما اتعلمت إزاي أستخدمه صح، فحاول إنك تركّز فيه كويس جدًا، وبعد ما تبدأ تحس إن أنت خلاص بقيت بتطلّع منه اللي أنت عايزه، روح بقى فرّع على أدوات تانية، لكن في الأساس ركّز عليه جدًا، هيفرق معاك جدًا بعد وقت قصير.